العاشرة مساء بتوقيت الأسمر المحلي. مشاهدينا في كل مكان من تلفزيون دولة إريتريا، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، معكم فيها قاسم أحمد وأستهلها بأهم ما جاء فيها. تقوية الأنشطة الثقافية في الإقليم الجنوبي. سيمينار لدور قوات الدفاع لرعاية الأمومة والطفولة. المهام الجارية ضد العادات الضارة في الأوسط تحقق نتائج جيدة. رئيس تشيلي يعلن حالة الطوارئ بعد أعمال شغب. قتلى ومفقودون في انهيار سد بسيبيريا. والصين تقول إنها ستعمل مع أمريكا لمعالجة المخاوف الأساسية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقد قسم الثقافة والريادة في الإقليم الجنوبي منتدى تقوية النشاط الرياضي، وصادق على خطة استراتيجية خمسية، وقدمت في المنتدى المنعقد يومي 17 و18 من أكتوبر بمدينة مندفر أوراق عمل حول التراث غير المادي ومحتوى الآثار وأهميته وحماية الآثار والموارد السياحية والمحفوظات الوثائقية ووضع الأديرة الأثرية والاحتفالات الدينية الكبيرة، وكذلك الزي التقليدي والملابس التراثية. وقال مسؤول الثقافة السيد زر سناي تسفاي إن الهدف من المنتدى هو تبادل الأفكار والمعلومات المرتكزة على الدراسات لتفعيل الأفكار الإرشادية التوجيهية للانتقال إلى البرامج الملموسة. وقد شرحت أوراق العمل توسع خلق نظرة مشتركة للمجتمع بشأن مهام حفظ التراث والآثار الطبيعية ونقلها للأجيال، وتطوير الموسيقى والرقصات التراثية، وأهمية إقامة مكتبات التوثيق والكتب، ودور السياحة لحماية وتطوير الآثار التراثية. وأوضح مسؤول الثقافة والريادة السيد أبرهة يوهنس أن الأوراق المقدمة تساعد للحصول على أفكار مهنية، مؤكدا بأن الخطط الاستراتيجية المعدة بالتعاون مع المركز الإريتري لكفاءة المؤسسة سيكون لها تأثير إيجابي ونتائج ملموسة. وقال حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفاسيون أنه يجب العمل لتكون الثقافة والريادة إلى جانب الوضع الترفيهي رابطا لتطوير الثقافة الحديثة. وطالب المشاركون العمل بالأنشطة الثقافية على مستوى الضواحي والمدارس، وإعداد منهج تعليمي عن الثقافة يستمر حتى الدراسات العليا. وقال مفوض الثقافة والريادة السفير زمدي التخلي في ختام المنتدى أن الحفاظ على الآثار يجب منحه الأولوية. نظم في مدينة بارنتو سيمينار لتعزيز دور قوات الدفاع لرعاية الأمومة والطفولة بموجب توصيات المنتدى المنعقد يومي 2 و3 من أكتوبر في مدينة بارنتو حاضرة إقليم القشبركة. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الصحة في إقليم القشبركة الدكتور حيالوم كيدالي في السيمينار الذي شارك فيه أكثر من 2500 من أعضاء قوات الدفاع في الجبهة الغربية، أوضح بأن أعضاء الجيش جزء رئيسي من المجتمع يتواجدون في عمر الإنجاب، وأن رفع وعيهم ومعرفتهم برعاية الأمهات والأطفال يضمن صحتهم وصحة المجتمع. وقدم مسؤول الصحة المجتمعية والأسرية السيد برهاني أبرهة شرحا مفصلا في الورقة التي قدمها حول صحة الشباب والإنجاب، مشددا الأهمية الكبيرة لمساهمة أعضاء الجيش لرعاية الأمومة والطفولة. وأكد المشاركون على أهمية المحاضرات في حياتهم الخاصة والأسرية. وأشار المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إقليم القشبركة سيد فرانكو كوبابا إلى وجود إمكانية عقد مثل هذه اللقاءات مستقبلا بالتفاهم مع الجبهة الغربية. وكان قائد الجبهة الغربية العميد التخلي كفلاي قد قال في المنتدى الذي عقد يوم 2 و3 من أكتوبر إن المنتدى ساعد لترسيخ الوعي في كافة قطاعات المجتمع والجيش، وستعمل قيادة الجبهة بقوة لرعاية الأمومة والطفولة. شهد الإقليم الأوسط في 18 من أكتوبر اللقاء لتقييم تأمين تطور المرأة والأطفال، أفاد بأن المهام المنفذة لمكافحة العادات الضارة التي تسبب المشاكل الصحية والأضرار الاجتماعية والذهنية للنساء حققت نتائج مرضية. وفي الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء اللجان الناشطة على مستوى المديريات، قدم رئيس لجنة تأمين حقوق المرأة والأطفال في الإقليم العقيد قبره هنس والدة قرقيس قدم تقرير مفصل حول الأنشطة المنجزة في العام 2018 ونتائجها،
ووفق التقرير قامت اللجنة الإقليمية المكونة من كافة الدوائر الحكومية والاتحادات بإجراء حملات توعية مكثفة وفعالة لأكثر من 90,000 من المواطنين والطلاب خلال عامين. وأفاد التقرير بإجراء دراسات على مستوى المديريات، حيث تقلصت نسبة ختان الإناث في 28 منطقة بمديرية سرجغا ب 0.8% في الأطفال ما دون 5 سنوات، و1.3% في الأطفال من 5 إلى 15 سنة. ويتطلب إجراء دراسات معمقة ودقيقة في مناطق المنحدرات الشرقية بالمديرية. ورغم أنه جرت تحركات جادة للحد من زواج القاصرات، إلا أنه يتطلب جهود منسقة للقضاء عليه تماما في القرى حسب التقرير المقدم. في الختام دعا العقيد قبرهنس لإعداد منشورات توعوية وطنية وإجراء اللجنة الوطنية مع اللجان الإقليمية للقاءات منظمة وتهيئة بيئة مناسبة لتبادل الأفكار والتجارب، مناشدا لخلق أرضية صلبة لاتخاذ خطوات إقليمية حتى إصدار إعلان وطني وتحسين القوانين التي تمنع زواج القاصرات. يذكر بأن الأمم المتحدة صادقت على قوانين حقوق الطفل في نوفمبر عام 1989 في المنتدى العام، واعتمدته في سبتمبر 1990، وانضمت إريتريا إلى ذلك في العام 1993 وصادقت على اعتماده في يوليو 1994. نظمت مسيرة وسيمينار في مديرية الدقيح يومها 16 و17 من أكتوبر لرفع وعي تأطير المرأة بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس الاتحاد الوطني للمرأة. وأوضحت رئيسة الاتحاد السيدة تخات الصامكال في المسيرة التي شارك فيها سكان ضواحي الدقيح وعمال المؤسسات الحكومية بشأن مسيرة 40 عاما للاتحاد، أوضحت بأن الاتحاد الوطني للمرأة قام بأنشطة كبيرة لتوعية وتنظيم المرأة وضمان مشاركتها في كافة القضايا الوطنية والنضال لحقوقها ومساواتها وحقوق إنجازات ملموسة. وحقق إنجازات ملموسة داعية لتعزيزه بالتعليم والمشاركة في جميع المجالات. ودعت السيدة ترحس أوعلوم من فرع الاتحاد في مديرية الدقيح بذل المرأة مزيد من الجهد لمزيد من الإنجازات. وشهد برنامج إحياء الذكرى أنشطة ثقافية وفنية. دشن بفندق باسويرا في 18 من أكتوبر كتابين للدكتور تخست فقادو بعنوان تاريخ الطب الحديث في إريتريا وكتاب قصص قصيرة مختارة لأنتون تشوكوف. وقال الدكتور تخست فقادو في المناسبة التي حضرها كبار المسؤولين والوزراء والضيوف المدعوين إن الدراسة التي أجراها بشأن الطب الحديث في إريتريا تنقسم إلى مرحلتين، الأولى من 1952 وحتى 1974، والثانية قبل الاستعمار وحتى نهاية حقبة الإدارة البريطانية عام 1952 وتشمل 12 عاما. وأوضح أن الهدف من الدراسة هو وضع التاريخ الإريتري في مساره الصحيح ونقله للأجيال. وذكر مدير قسم مكافحة الأمراض المعدية في وزارة الصحة الدكتور أرأيا برهانة في قراءة لكتاب تاريخ الطب الحديث في إريتريا أن الكتاب يمكنه أن يكون مرجع للباحثين في التاريخ والمهنيين خاصة. وقال البروفيسور يوسف جبريهونس عن ملاحظاته للقصص القصيرة لأنتون تشوكوف إن أعمال الأديب الروسي أنتون تشوكوف ترجمت للغات كثيرة، وأن ترجمتها بالتجرينيا يخلق فرصة للقارئ الإريتري. وكان الدكتور تخستي فقادو قد أصدر من قبل 9 كتب، بينها من نغفة إلى نغفة وأروماي باللغة التجرينية، و5 كتب باللغة الإنجليزية. ولديه برنامج لإصدار كتاب بعنوان من نغفة إلى أسمرة. مشاهدينا، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم على الأنباء العالمية. أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا حالة الطوارئ في العاصمة سانتياغو بعد أن عمت الفوضى العاصمة وسط أعمال شغب أدت إلى إشعال النار في بناية بوسط المدينة وإغلاق شبكة مترو الأنفاق. ووفقا لشهود وصور تلفزيونية، أشعل محتجون غاضبون من زيادة أسعار المواصلات العامة في الآونة الأخيرة النار في عدة محطات مترو، وقاموا بنهب متاجر وإحراق حافلة نقل عام.
وتحدث بنيرة للشعب معلنا حالة الطوارئ في الوقت الذي هرع فيه رجال الشرطة والإطفاء لاحتواء الأضرار. وأظهرت مشاهد بالتلفزيون المحلي ألسنة اللهب تتصاعد من أحد جوانب مبنى في الوقت الذي كان فيه رجال الإطفاء يناضلون من أجل المرور عبر أعداد متزايدة من المحتجين. وبدأ طلاب المدارس الثانوية والجامعات الاحتجاج بعد أن رفعت الحكومة أسعار تذاكر المترو في 6 من أكتوبر حتى 1.17 دولار لرحلات المسافة الكاملة، منحية باللوم على زيادة تكلفة الطاقة وتراجع سعر البيزو. ذكرت وكالة أنباء روسية أن ما لا يقل عن 15 شخصا لقوا حتفهم بعد انهيار أحد السدود في منجم ذهب في سيبيريا على بعد نحو 160 كيلومترا جنوب مدينة كراس توبارسك. وذكرت وكالة انترفاكس نقلا عن مسؤول محلي أن أمطارا غزيرة تسببت في تآكل السد واندفعت المياه عبره لتجرف عدة غرف كان عمال المنجم يعيشون فيها. وقالت وزارة الصحة الروسية أن 14 مصابا نقلوا إلى المستشفى، 3 منهم أصيبوا بجروح بالغة في المنجم، حيث عرضت قناة روسيا 24 الرسمية صورا تظهر المباني المهدمة الغارقة في المياه والطمي. وذكرت لجنة التحقيقات الروسية في بيان أنها فتحت تحقيقا جنائيا بشأن انتهاك قواعد السلامة في منجم الذهب، حيث قالت السلطات المحلية أن السد المنهار غير مسجل في الجهات الرسمية. قال ليو هي نائب رئيس وزراء الصين إن الصين ستعمل مع الولايات المتحدة لمعالجة المخاوف الأساسية لكل من الطرفين على أساس المساواة والاحترام المتبادل، وأن وقف الحرب التجارية سيكون أمرا طيبا للبلدين وللعالم. وقال ليو وهو أيضا المفاوض الرئيسي في المحادثات التجارية خلال مؤتمر للواقع الافتراضي في مدينة تانجانغ عاصمة إقليم جيانغشي بجنوب شرق الصين، إن الجانبين حققا تقدما كبيرا في مجالات كثيرة ووضعا أساسا مهما للتوقيع على اتفاق مرحلي. وتوصلت الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق محدود الأسبوع الماضي نحو إنهاء الحرب التجارية التي أقلقت الأسواق العالمية وأثرت على النمو العالمي، ويعمل الجانبان على التوصل لاتفاق خطي. وقال في كلمة نادرة بشأن الحرب التجارية أن وقف تصعيد الحرب التجارية يفيد الصين والولايات المتحدة والعالم كله، إنه ما يتمناه المنتجون والمستهلكون على حد سواء. الخبر الأخير في هذه النشرة: دخلت رائدتا الفضاء الأمريكيتان كريستينا كوخ وهيسيكا مير التاريخ بعد نجاحهما في إمضاء 7 ساعات خارج محطة الفضاء الدولية لتغيير جهاز كهربائي معطل في أول مهمة تقتصر على نساء في تاريخ استكشاف الفضاء منذ 60 عاما. وكانت هذه المهمة مقررة في مارس الماضي، لكن ناسا ألغتها بسبب عدم توافر بذلات بالقياس المناسب، ما أحرج الوكالة الأمريكية. وتخلل خروج الرائدتين اتصال التهنئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما كانتا تسبحان في الفراغ على ارتفاع 415 كيلومترا فوق المحيط الهندي بسرعة 8 كيلومترات في الثانية. ومع انتهاء الاتصال واصلت رائدتا الفضاء مهمتهما العالية التقنية. وتكللت المهمة بالنجاح، حيث تم استبدال جهاز الشحن بطاريات زينة 100 كيلوغرام تقريبا تعطل في عطلة نهاية الأسبوع. وتشكل النساء نصف رواد الفضاء في الدفعة الأخيرة للناسا لسنة 2013، وحاليا تضم الناسا 12 رائدة فضاء. بهذا مشاهدينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.